السلام عليكم أحبتي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة حيدر الاقتصادي. أنا اليوم جالس عصرا 15/7 يا الله 2025. هذا أول تصوير لكم راح يظهر بعد غياب طويل. من المؤسف هذا العام يختلف عن باقي الأعوام السابقة من ناحية غزارة إنتاج التين الأسود العراقي لعدة أسباب منها ظاهرة عندنا وأسباب لا نعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا نعرف الأسباب الحقيقية العميقة اللي متداولة. احنا السبب الرئيسي هو الظروف المناخية اللي مر بها العراق. انخفاض درجة الحرارة وتأخر موسم الصيف أثر. شوف هذا قاعد يصير، أثر على تأخر نضج التين. هذا السبب الرئيسي، لأن احنا بحساباتنا الربيع الثالث، نيسان الرابع، أيار الخامس، وحزيران السادس، تجي تموز السابع. تموز يعني قمة الإنتاجية يصير عندنا لازم. لكن اللي حصل عندنا هو الربيع تأخر للرابع، فزحف الصيف لم يكن تلك القوة المعهودة اللي احنا نريدها. فلهذا تشوف يعني حتى التزهير وعقد الثمار الآن يلا اكتمل، والآن درجة الحرارة استوى قاعد ترتفع. قسم من المزارعين استخدم المنشطات اللي سرعت عملية الإنتاج وكبرت الثمرة، وبالتالي زادت الإنتاجية. شوف حتى عندنا بعض الأشجار ليس بمستوى الطموح. شوف هاي وين، هاي الأشجار وين من وين. هاي المنشطات بعضهم يستشكل بها وبعضهم لا، ما بها إشكالية. ليش؟ إذا استخدمتها بصورة لا تؤدي إلى يعني الثمرة تكون مو حقيقية، باطنها أبيض وشكلها أسود، هذا ما مرغوب به، ما مقبول به شرعا. لهذا حسب تعليمات الواردة من المهندس الزراعي وحسب ما موجود بالمنشط، المنشط موجود به مقسوم إلى 4 أقسام. شوف يعني كل 100 لتر تحط ربع. هسه لا تحط ربع، حط نص، مو تحط لك قرص كامل. بالتالي يعني يسرع عملية نضجها ليس في وقتها. يعني إذا هي بشهر السابع تطيح قبل السابع 15 يوم، ما يصير هذا. فلهذا يعني واكو بعض المنشطات
بوتاسيوم وبعضها هاي تكبر الثمر أيضا. الحمد لله والشكر، يعني تقريبا الحمد لله. إيه. بعض المزارع يعني خاصة التين يريد هسه. شوف التين هسه خاف عندك نية. التين أول بداية تنظيف. شوف الأرض حشائش هاي ظهرت، هاي بعد ما نظفنا وسويناها مثل هاي. تريد سماد، تريد كيمياوي. الكيمياوي ركز بيه بداية الرابع ركز على الكيمياوي. ذب كيمياوي. ذب كيمياوي يوريا، ذب هذا البوتاسيوم بي. فليش حتى الشجرة تقدر عندها قابلية تعقد الثمار وتنضج وتكبر على مستوى طبيعي. السقي لا تعطش التينة. كل من يقول لك التينة ما تريد ماي هذا ما لك شغلة بيه. لو اضغطها يومية ماي ما مشكلة. سقي. غسل التين. لازم تحط لك ماطور سراوك وياه، ماطور بالأرض سراوك وياه وصونده. سراوك الماطور تغسل بيه. سبحان الله. هاي وقع من هنا. شوفوا هذا الماطور. شوفوا هاي الصونده خليه بالأرض حال السقي. شوف هذا الماطور هاي الصونده. كل ما تشوف بيه تراب تسقي. هاي التين قلنا تهيئة الأرض والسماد وكيمياوي وسقي. لا تنسى التقليم. التقليم نص الإنتاج. شوف هسه احنا ايش كثر مسوين تقليم ورجعنا بسيت. هسه انا بنص الشجرة قد مسوين تقليم. شوف ورجعنا بسيت. هذا رجع هاي قد خليه سنة تلخ. التقليم ده أساسي، لا تنسون التقليم. الدور المنشط الورقي، تروح لأبو الزراعة تجيبه تقول له أريد منشط ورقي. تريد بالأرض تريد ورقي. السقي المستمر. وتلاحظ خاف الأشجار تبيها ديدان تضخ عناكب. شوف هاي صفرة صايرة من الماي من عده. في هاي طبيعة التين. شجرة ضخ عناكب ضخ ديدان. وتوكل على الله بعد انت وحظك بعد بالانتاج. والحول انتاج التين كل يومين والثالث تتراقب المزرعة ومزرعته، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. حاليا اسعار التين يعني الفلاح يبيع حسب العرض والطلب. حسب العرض والطلب. والرزق من الله. فاكهة ذكرت بالقرآن. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرزقكم ويرزقنا تتناولونها. لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نتواصل وياكم، وإن شاء الله باكر عرضكم قد إنتاجيتنا. تينا بها إنتاج قوي. تينا يعني شوف إن شاء الله خير. نسأل الله التوفيق لكم ولنا.